السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا والله شباب، وياكم علاوي او ابو حسين وخادمكم الصغير. فيديونا اليوم عن شخصيه مثيره للدجل. احنا مثيرين للدجل. مو الدجل هي المشهوره بكلمه منو قال لك على هذا الحكي؟ منو علمك على هذا الحكي؟ أنا جربنا على هذا الحكي، شو عرفنا على هذا الحكي؟ طبعا فيديونا اليوم راح يكون عن عذراء وحواء، وهم احد عواميد الفن العراقي. طبعا هم تيك توكرز، لهم حساب بالتيك توك اسمه عذراء وحواء، والحساب به اكثر من 400,000 متابع. 400. مو من اخوان الهدف من هذا الفيديو مو اضحك عليهم او اتنمر عليهم او استنقص من عندهم، لان هم حالتهم الصحيه قبل 6 سنوات كانت كلش سيئه، ولكن هسه شويه تحسنت الحمد لله. فالهدف مو استنقص من عندهم، ولكن هذا ما يمنع ان ننتقد محتواهم حتى يتطورون ويسوون احسن. فخليني اشرح لك السالفه على السريع. بس اخر يوم من وين ما اروح عذراء وحواء يطلعون بوجهي حرفيا، تيك توك، انستغرام، يوتيوب، فيسبوك، حتى بالحمام طلعوا لي. هم مو اخوان عذراء وحواء ويسوون سوء وانشهروا وسووا عندهم نفس المرض الصحي، فالحساب اللي انشهروا بيه كانوا سووا بيه كل الوقت، ولكن انفصلوا وعذراء صارت حساب واحد وحواء حساب واحد، وصايره مشكله سريه. فاجت قناه الطليعه الفضائيه وسوت فضل لن ينساه جميع الامم الاسلاميه، فضل على كل مسلم ومسلم. لك ان تتخيل انهم جلبوا الاخوات لكي يصالحوهم. الله اكبر. والمقابله باقل من 4 ايام جابت اكثر من 400,000 مشاهده. والله على هالمشاهدات صراحه الباكر اسوي عركه ويا اخويا حتى نجي نصلح بهالقناه، والعركه حتكون عن الجوارب. ورجاء لا تستنقص من مشكلتي، يعني انا اجي احط سيتين جوارب بالغساله، اروح اجي القاهم نص سيت، شلون ما اعرف. هي هالمشكله راح تخليني ارفع قضيه على اخويا ونجي نصالح بقناه الطليعه. فخلينا نشوف المقابله ونشوف الصاغ ليش تعاقب. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم الصفح الجميل كالعاده. وعليكم السلام. اسم البرنامج الصفح الجميل، وظن فكرته يجيب اثنين، واحد حاقد على الله، واحد يكره الله، ما حد يطيق الله، ويجيبهم ويصالحهم المفروض ويسوي الدنيا فراشات وقلوب وترجع الوضعيه كما كانت. ودناكم على تنوع قصصنا اللي ناخذها من واقع حياتنا اليوميه. اليوم معانا شخصيه جميله كنا نحبها. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا اللي ما يعرف هاي حواء وذيك عذراء، يعني ادري الموضوع صعب عليك بس يعني انا فاشل كفايه حتى اعرف اساميهم. نعم مع انهم نفس الشكل. الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. نورتيني اليوم بالاستوديو. الله يخليك. والله انقهرت عليه خطيه. من قال لها نورتيني المفروض تقول له بنورك مو؟ نورتيني اليوم بالاستوديو. ايش قالت له هي؟ صح. هي هالثقه المطلوبه يا اخوان. لما الواحد يقول لك نورتني ما تقول له بنور، ما تقول له شكرا، قول له صح انا نورت. انا النبي يوسف. لا يوجد فرق بين النبي يوسف وبين. لقيت رقمك وانا عندي مشكله كلش كبيره واريدك انت تحلها. تدللين شنو مشكلتك؟ وين يعمل؟ انا وعذراء اختي. خليني اشرح لك السالفه. المشكله عباره عن حواء وعذراء يصورون سوا، تمام؟ يعني حساب واحد مشترك هي وياها، فهواي قامت تجي تعليقات الحواء انه اختها عذراء تسوي عمليات تجميل وتهتم بنفسها، وانت حواء لا، وتجي اعلانات العذراء وانت ما يردوك. فهي حواء تقول انه كلش انقهرت وانكسرت وحقدت عليه. فسويت حساب تيك توك وانستغرام وفيسبوك وكل شيء، يعني اوكي، حساب منفصل الها، منفصل عن حسابها المشترك هي واختها. عافت عذراء وصارت ما تصور وياها، خلص ما بدها تكفي، كثير عنصريه، كثير تنمر، كثير سلبيه، خلاص ما فيها تتحمل. فحواء دخلت بتيم، بس تقول من دخلت بتيم ما حست براحه وامان نفس ما كانت تحس يم اختها عذراء. طبعا تاكدت اني سالفه التيمات فاشله منه ومار والشله التعبانه وشديده. فحواء تريد تصالح عذراء، فتريد تصالحها وتحس انه غلطت بحق. هي هالمشكله. انقهرت ولمت ما صار ويا عذراء وتعاركنا. يعني صار عندك غيره شويه؟ هي صارت عندها غيره. غرتي من اختك؟ زين انت غيرت من اختي، يعني شكوا بيها، غيرت شكوا بيها، ليش يردوها لها اعلانات وما يردوني؟ طبعا غلط، طبعا احقد عليها، يعني ليش لا؟ وحققت العفو، حقدت على عذراء. لا بس كنا خطائين واخذتها الفتنه والكبر والغيره من اختها، يعني نسال الله العافيه والمنه منه وفاصوليا، يعني تم من فاصوليا. طبعا شوي نلطف الاجواء. لهذا اليوم معانا ضيفه. حياك الله. يدوي قلبك. شلونك؟ اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ الحمد لله. عذراء شو اخبارك؟ والله زين، انت شلونك؟ اجت عذراء، ليتس جو. متحمس، اوكي متحمس اخوان، اعذروني يعني. اريد اعرف شو راح يصير، شلون نظام الصلح، هل حتصالحه، هل ما حتصالحه، ايش حيصير؟ الشخص موجود خلف هاي الستار، هو اسمه مبين. هذا الشخص جاء البرنامج قال يابا انا جيت اليوم البرنامج اريد اعتذر من عندي. شو الاعتذار من عندي؟ شو يقول لك اني اسف واني زعل، يزعل ويا اهلنا، يزعل ويا صديقنا،
يوزع على قرايبنا، كنا معارضين هاي المفاجاه. طبعا هنا المذيع دا يحاول يطبخ لها على النار الهاديه، ويقول لها يمكن نزعل ويا صديق، يمكن نزعل ويا قرايب، يمكن نزعل ويا اهلنا، يمكن نزعل ويا اختنا، لان الشخص اللي خلف هذا الستار هو حواء. طبعا هي اللي تقول له يعني يا معود ترى بديت تتوتر، شنو السالفه؟ تعال ها شنو السالفة؟ لا استاذ انا اعتذر، هذه مشاكل عائليه ما اتوقع ان ليش عن هذه الشغله؟ قعد. انت لا خلاص استاذ انا اعتذر. هولي فاك اخي عذراء، صلى على النبي، اوكي صلى على النبي، ماكو داعي للتعصبات. اقعد يلا سووا حساب تيك توك وهي غادة تنفصل بعدين تندمت وترجع. ليش ما تسامحين؟ صالحوا بعيوني. سؤال، هاي منو؟ اختي. يصير نسوي يعني باختنا او اخونا هيك؟ فلا دقيقه تنزل انت طلعت شو من البرنامج حتفرشين كل شيء بنيتوه. لا حد يصور رجاء. اي ما حيصور، لا يصورون. اي ما حيصور، لا ما لا حيصور. حد يصور. خوش انتم مسكوا كل شيء. تقول له هي ما حد يصور. هم مصورينهم كاميرا سوني 4K يعني. فانت منو علمك على هذا الحكي؟ منو قال لك على هذا الحكي؟ أنا جابنا على هذا الحكي، شو عرفنا على هذا الحكي؟ رجعوا صالحيها، صالح حواء يا اخي، رجعوا صالحيها ردود. لا استاذ. تيجي تفشليني؟ لا. تعال قعد يلا. لا تيجي تفشليني؟ اوكي هسه سيد بسام يفتح لك الباب هو واستاذ حسين او استاذ ولاء واي واحد موجود. اوكي صالح بس بلا تصوير. اي خلاص واقف التصوير، قعدي تعال. واخيرا اقتنعت ورجعت، يا الله هاي بدايه الصلح، دائما بدايه الصلح. خليني نكمل قاطع حواء. يلا اللي عندك احكي سولف. عذراء كلش اعتذر، غلطت بحقك وتندمت، والتعليقات لعبت بعقلي واقتنعت، وانا كلش اسفه. حسيت مقتنعه؟ والله فشلتها. انا اسفه من عندك واسفه اذا غلطت بحقك وارجوك تسامحيني، انا ما كان قصدي اغلط عليك. حسيت مقتنعه؟ انت فاكرني زعلان؟ يا عم مفيش حاجه يا عم. ابغى الدنيا قست عليها وهي قست على الدنيا، والله ما اعرف بس. مقتنعه؟ بعد ليش؟ بعد ما بديت حساب واحد رحت حساب واحد خليت لك. اخ عذراء هو حساب احمد ديني كافي. طبعا تلاحظون شكل المذيع. شكل المذيع حرفيا حاصر الضحكه، حرفيا ملامح المذيع تعرف شو يقول بيها؟ اخ لو جبت بالسادس 99 وصرت طبيب ما كانت ضغط قعدت هاي القعده الجايفه. والله لا شلون تتجرئين؟ شلون تتجرئين تفتحين حساب واحد؟ شلون تتجرئ؟ شلون الجرأة خنت الاخوه وعفتيني؟ شلون؟ والله الموضوع تأفور صراحه على حساب، يعني هو حساب اخوان. انستغرام خليتك بس ما تروحين تصورين وتوفيني اني، لا هذا موافق، ما توقعت انه تروحين تصورين. سامحيني فدوى عذراء، ترى كلش غلطت. مهما يكون هي اختك صح ولا لا؟ انتم حساب واحد تشتغلون سوا كنتم. شنو؟ موافق شنو؟ قالت لك الغي كل شيء قالت لك؟ سوي كل شيء بهذه الدنيا ويا عذراء، كون وقح، كون كلب، لا تحكي وياها، لا تتشاكى وياها، خونها، اغدرها، خليك شخص سيء، خليك شخص سيء، خليك شخص سيء. بس لا تحاول تفك حسابك عن حسابها، صدقني الموضوع ما حينتهي افضل شيء. حتكون نفسكم بالمحاكم حرفيا. عذراء فدوى سامحيني والله ما يضرب علي، وانا كلش اعتذر عليك ان شاء الله. والله اذا ما سامحتيني اسوي شيء بنفسي. عذراء اقعد مكانك. رجعي. عذراء عليك استاذ راح اطلع ترى. يلا اقعد اساسا. حتى المذيع قال لها الحواء رجعي. يلا اخوان صلحوا يا عم تصلحوا خلاص. والله لعبه اغدر اروح انام، اغدر اكمل حياتي الصالح خلاص تعبت. صار لي ساعتين دا اصور، ساعتين حرفيا. اغدر تمد. اوكي هاي يعني سامحتي. يلا بوسي يلا بوسي يلا. واخيرا الله يحفظكم ان شاء الله، الله يحفظكم. بالنهايه تصالحوا. والله الموضوع كلش مفرح صراحه. خلاص سبحان الله شلون مرات شغلات سخيفه تخلي اثنين واحد يحب الله يتعاركون. تخيل من شخصين واحد يحب الله ويا الاخر 24 ساعه، بس حالاتهم واحد واقف لله وعلى مود مشكله تلقاها سخيفه او سوء تفاهم تلقاهم يتعاركون، لكن لربما واحد مثل هذا المذيع انسان طيب يرجع يلح عليهم حتى يصالحون. فالحمد لله. فالموضوع صراحه مفرح ولله الحمد. الصالحه بالنهايه انا خفت انه ما يصير، حرفيا الوضع تطور يعني، بس يعني الحمد لله بالنهايه. وهذا كان فيديونا اليوم. حط لايك، اشترك في القناه، اضغط على الزرار الاحمر، اضغط على زرار اللايك وفعل زرار التنبيهات وانتظرنا فيديوهات ادمي. يا عم مش حط اشتراك يا عم اشترك في القناه.